بسم الله الرحمن الرحيم. فيديو جديد وحلقة جديدة في استوديو بروفيسور. النهارده هنتكلم على ماتش الاهلي وسيراميكا كليوباترا. طبعا الناس اكيد هتبقى متخيله ان انا هطلع احزق او ازعق وابقى متضايق او كل الكلام ده، لكن يعني خلاص هما الحمد لله النادي الاهلي لعيبه اداره جهاز فني كل المنظومه بالكامل نجحت ان تخلي الواحد عنده من البرود وهدوء الاعصاب. بنتكلم عادي جدا، بيس اهو كوبايه شاي حلوه اهي، خلاص عاملينها عشان ندردش مع بعض في أهم النقط والملحوظات الفنية لماتش الأهلي وسيراميكا كليوباترا. الماتش النهاردة اللي بدأ بروح وحماس شديد جدا من لعيبة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي، ولكن الحماسة لوحدها لا تكفي. يعني اللعبة كلها انتقدت الأسبوع اللي فات عشان ماتش سموحة كان تحس إن في برود، في تناحة من اللعيبة، الناس كلها واقفة مش عارفة تعمل إيه ولا تتصرف إزاي ولا في أي حاجة بتتعمل في الملعب ولا كل الكلام ده. فطبعًا إحنا بقى بدأنا بقى بالتالتة شمال بتهز جبال بقى، واللعيبة بقى كلها سخنانة وبتاع وكده فاهمني؟ فاللي هو إيه، كله بيجري وكله بيجيب الكورة بسرعة وكله عايز يشوط وكله عايز يجيب أجوال وكله بيعمل ما شاء الله. محمد هاني بيعمل كذا كورة عرضية النهارده، حسين الشحات عايز يرقص الفرق كلها تمام. فإيه، فهُم مش هيضحكوا عليك ومش هيضحكوا عليّا، مش هيضحكوا على الجمهور. اللي بيحصل النهارده دي أونطة، يعني إحنا مش هنشتري من الأونطة دي. في مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة من أول فين؟ من أول رأس المنظومة، الكابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة الملتهي عن متابعة فرقة كرة القدم. هما بس الإعلام بيصور لك كابتن محمود الخطيب نزل من الطيارة هوب 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 جري على النادي الأهلي عشان يشوف إيه اللي بيحصل واجتماعات ومعرفش إيه كل الكلام ده. وانت كابتن محمود الخطيب من أضعف رؤساء النادي الأهلي على مستوى إدارة ملف الكورة. أيوه، كابتن محمود الخطيب أسطورة، مش أنا اللي هاتكلم عليه لأن أنا أقل بكتير جدا من إن أنا أتكلم على كابتن محمود الخطيب، ولكن أنا كمشجع بسيط للنادي الأهلي اللي هو نادي الكورة، النادي اللي اكتسب شعبيته من الكورة، مش بفروع الشيخ زايد ولا فروع التجمع ولا عقود الرعاية ولا كل الكلام ده، لا، من الكورة. عقود الرعاية اللي بتجيلك من فرقة الكورة، جماهيريتك من فرقة الكورة، مش من الناس اللي قاعدة تحت الشماسي. تمام، كلامنا واضح. خلاص النادي الاهلي لا شكل ولا طعم ولا معنى ولا جمله بتتعمل ولا اي حاجه. هي احنا نازلين النهارده ماتش بخطه اللي يعرف يعمل حاجه يعملها. اه والله، اللي يعرف يعمل حاجه يعملها. لا في جمله بتتعمل، حتى الفرص اللي جات لك ايه؟ من اللا شيء. يعني كرة اتلخبطت في رجل لعيب تاني بصاها لمين، هوب لعيب لقى نفسه منفرد، لقى نفسه معرفش بيعمل كرة عرضية بتاع. لكن كفكر في الملعب مفيش. كابتن احمد سامي معروف انه راجل ما بيقفلش لعب، ما بيخنقش، بيلعب كرة مفتوحة. سهل جدا 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 بفارق امكانيات لعيبتك انك انت يبقى عندك شكل احسن من كده هجوميا. النهارده كنت تروح بشكل اكتر من كده. محمد بسام انت النهارده بتشوط عليه من بره ال 18، يعني في الماتش اللي محتاج انك تشوط وتجرب وتحاول ما بتشوطش. الماتش بقى اللي واقف لك جول كيبر 2 متر، يعني لو مد ايده كده خلاص هو جاب الجول تمام، عملت شوط عليه شوط سهل من بره ال 18 واديته مان اوف ذا ماتش بسبب الكلام ده. تمام. فين الفكر النهارده؟ الاهلي عنده نواقص في لعيبه كتيره جدا. تشكيله هي ال 4 2 3 1، بس ما بعد التشكيله تحركات اللعيبه فين في الملعب؟ تحركات ايجابيه، مش ان انا اجري وخلاص. بنلعب بوينج وباك بوينج وباك مقفلين على بعض. حسين الشحات ومحمد هاني مقفلين على بعض النهارده. علي معلول والبيل برازيل اللي احنا جايبينه ده برضو برونو سافيو مقفلين على بعض النهارده. نقطه استفهام، او يعني علامه استفهام كده بالنسبه للجول اللي جه في مرمى النادي الاهلي ده اسمه ايه؟ يعني فرقه جالها 15 او 16 ركنيه ما عملتش ولا حاجه. ده الاهلي فرقه جات لها ركنيه واحده جابت جول، وكره سهله، كره مرفوعه في السكس ياردة، لا باك بيطلع ولا جول كيبر بيطلع، وفالح بس يروح يجري على الحكم. يا حبيبي انت مفيش اي حد احتك معاك. محمد الشناوي انت مفيش حد من سيراميكا كليوباترا لمسك. تمام.
ففكرة الاعتراض على الحكم وكل الكلام ده يعني دي هنيجي لها بعدين. ده الحكم النهارده أنقذك من الخسارة على فكرة، لأن سيراميكا كليوباترا كان رايح يجيب جول أصلًا وراح الحكم صفّر ونهى الماتش، وأكيد كلنا شُفنا المشكلة اللي حصلت بعد الماتش. ولكن إحنا فين على المستوى الفني؟ هنفضل نتكلم ونقول إن إحنا عندنا مشاكل فنية عنيفة جدًا. المشاكل عندنا دي متراكمة من 3 مواسم بالضبط. يمكن بعد أمّا الكورة استؤنفت من بعد الكورونا أيام فايلر، كان الأداء في النازل مرورًا بموسيماني والقضية ممكن والتاسعة ممكن وكل الكلام ده. كنت بتكسب لكن كان كل شوية بيطلع عندك أخطاء فنية باينة لكل الناس، لحد السنة اللي فاتت ما خسرت دوري وخسرت كاس وخسرت أفريقيا ورُحت مغيّر جهاز فني وما غيّرتش اللعيبة. اللي أنت عارف كويس جدًا إن في مشكلة في quality اللعيبة. حد هيقول لي اللعيبة كلها شبه بعض في الدوري؟ ولكن الإدارة الفنية هي اللي تفرق أكيد. بس أكيد برضه أنت تقدر من الكواليتي اللي كلها شبه بعض دي تاخد أحسنهم، يعني تاخد أحسن وحشين. فرقة زي سيراميكا كليوباترا دي مدعمة ب 18 لاعب، جايبة لعيبة كتيرة جدا، عندها جون إيبوكا وبره عندها أحمد ياسر ريان، 2 مهاجمين أحسن من كل المهاجمين اللي عندك. أنت فين بقى كمجلس إدارة؟ يعني فين؟ النهارده بتلاعب شادي حسين عشان كنت مسابعده الماتش اللي فات والماتش اللي قبله ما نزلتوش والاعلام كله بدأ يتكلم ويقول لك شادي حسين فين وكل الكلام ده. طب يلا خد. طبعا اللعيب نازل فاقد الثقة تماما، لا فورمة ماتشات ولا اي حاجة، ودي النتيجة الطبيعية. هتيجي الماتش اللي بعده مش هتلعبه. طب هتلعب مين؟ محمد شريف فاقد الثقة، حسام حسن فاقد الثقة، 3 مهاجمين عندك، صراح فاقد الثقة وبيرسي تاو ده يعني تخسر واحدة. لعيب ما بيلعبش معاك 3 ماتشات على بعض. ففي خط الأمان أنت عندك مشكلة. وينجاتك حسين الشحات بدأ يرجع واحدة واحدة بس يعني لسه مش هو ده وينج النادي الأهلي اللي يخلص ماتشات. مجدي قفشة عمال يربط بين الخطوط بس برضه لسه بعيد عن مجدي قفشة. وسط الملعب عندك النهارده يهلك من ضحك، سواء حمدي فتحي ولا اليو ديانج. بص ده يمكن اخر فيديو السنه دي، وسنه 22 دي كانت سنه كبيسه بمعنى الكلمه على النادي الاهلي. احسن فتره للنادي الاهلي كانت في كاس العالم انديه، اللي كنا بنلعب من غير الفريق بتاعنا اصلا، او نص الفرقه كانت في المنتخب وقدرنا ناخد كاس العالم انديه. عدا ذلك خسرت افريقيا، خسرت دوري، خسرت كاس، خسرت الصداره. ما تقنعنيش ان الزمالك بكره هيتعادل او يخسر. هيلعبوا الدراويش ولاد العم، 3 نقط مضمونه ما عليهاش جدال. وكده كده الزمالك احسن فنيا وفي الملعب وكل حاجه، هيكسب. ما تقنعنيش ان الزمالك هيخسر نقط بكره. تمام. ومشكلتي مش في الدوري ده. تمام. مشكلتي في منظومه الكوره. منظومه الكوره فيها مشكله. مجلس الاداره ضعيف، مش مركز مع فرقه الكوره. صفقات يناير، احنا محتاجين صفقات. محتاج 7 8 لعيبه. ايوه العدد اللي بقوله لك ده. انت رايح النهارده تشغل نفسك وتقوم مطلع للميديا كده حته كهرباء ومش كهرباء وكل الكلام ده، وده يمكن مش عايزين نتكلم عليها لان دي خيبه قويه من مجلس اداره الاهلي، اللي هو دلوقتي مش طرف. اللي هو دلوقتي ايه؟ مش طرف في المشكله. الاهلي مش طرف في المشكله. امال ايه؟ الحاجه والدتي هي الطرف في المشكله يعني؟ محدش فاهم حاجه. هو ده مش ده لعيب عندك؟ مش انت جبته؟ مش انت عملت له بريدج؟ قال لك لا والله هو يعني محمود كهربا هيسيب الزمالك عشان يطلع على نادي الفش اللي هو اصلا اختفى من الوجود؟ هيسيب الزمالك عشان يروح يحترف في البرتغال في نادي اصلا ملوش وجود دلوقتي؟ يا جماعه احنا فين عقلنا؟ تمام. انتوا مجلس الاداره يعني ضعاف قوي قوي قوي. بجد مجلس اداره ضعيف جدا. انا مش متفائل طول ما كابتن محمود الخطيب موجود في رئاسه النادي الاهلي ومعاه مجلس الاداره اللي معاه ده. تمام. انا مش متفائل بالمره. كابتن محمود الخطيب قامه وقيمه كبيره، ولكن اداريا حتى الان انا كنادي الاهلي نادي كوره فاشل محليا بقالي 3 مواسم، ودي كارثه. انت ما فيش فرقه النهارده بتخاف منك، ما فيش فرقه بتهابك. انت بقيت لكل الفرق فرقه اقدر اخد عليها الثقه. سبحان الله. الاهلي محتاج صفقات وصفقات كتير. يعني لو احنا جينا ومحتاج قرارات 2004. قرارات 2004. سنة 2004 كان الاهلي عنده مدير فني اسمه اوليفيرا، والاهلي وقتها لعب السوبر المحلي وكسبه ودخل الموسم اتبهدل من كل فرق الدوري.
وكان ملطشه. الاهلي عمل ايه؟ فين نجوم الفرقه؟ فين الناس اللي عامله مشاكل؟ ابراهيم سعيد، احمد صلاح حسني، رامي سعيد بره، بره توني اوليفيرا بره، الجهاز الفني بره، مش مهم. انا ببني لقدام. صفقات محمد ابو تريكه، حسن مصطفى، كان في جيلبرسون البرازيلي ده جبناه برضو، واحمد رضوان كان يعني نجح معاك، اللي كمل معاك. بنيت من ابو تريكه وحسن مصطفى. الموسم اللي بعدها جبت بركات والنحاس والشاطر والشله اياها اللي احنا عارفينها بقى مع اللعيبه اللي كانت عندك. مع ان انت خلاص بدات ايه تشيل بقى الناس اللي ما بقتش بقت عالة على الفرقه، زي هادي خشب زي خلاص ناس بقى كبرت خلاص، ما بتأديش، ما بتعمل، ما بتضيفش اضافات فنيه حقيقيه. انت محتاج وقفه حقيقيه زي دي. انت عندك فرقه الكوره لازم تتجرف. يعني ايه تتجرف؟ يعني تمسك بروفايل تشوف اللعيب ده اصلا مفيد بالنسبه لي ولا لا. محمد الشناوي مفيد ولا لا؟ علي لطفي، مصطفى شوبير، احسن لهم يقعدوا كده ولا يمشوا ونجيب حد تاني؟ خط الدفاع ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، ايمن اشرف اللي ما نعرفش عنه حاجه، محمد عبد المنعم، استاذ دكتور محمد عبد المنعم، تمام، محمود متولي اللي كل 5 دقايق بيتصاب. مين فيهم اللي يقعد ومين فيهم اللي يكمل؟ انا اتكلم عليها بعدين، بس انا بديك فكره بس كده. الناحيه اليمين محمد هاني، اكرم توفيق، عمار حمدي ما شفناهوش بقالنا سنتين، تمام. خلاص. الناحيه الشمال علي معلول، وعلامه تعجب جنبيه بقى مفيش، ما عندكش باك شمال تاني يعتمد عليه. وسط الملعب ديانج والسوليه وحمدي. طب السوليه النهارده هل هو السوليه من سنه، من سنتين، من 3 سنين؟ خير. حمدي فتحي اللي كان بادي سيزون كويس. اليو ديانج بيعه مع اول عرض احتراف حقيقي للراجل، لان انت دلوقتي الراجل ده فقد الشغف انه يديك كوره، ومش هيديك اكتر من اللي يديهولك. بيعه وهات صفقه محترمه وتقدر تعوضه من السوق المحلي. الخط الامامي، خط الضحك الاول في مصر: حسين الشحات، برونو سافيو، كريم فؤاد، معرفش احمد عبد القادر دينيلسون، شادي حسين، محمد شريف، حسام حسن، ابراهيم حسن. ما حدش عارف حاجه. وبالتالي احنا محتاجين قرارات عنيفه. مدير الكوره فين من كل ده؟ لازم يبقى فيه عقوبات، مش ان انت تتجمد مستحقات. ما هو انت جمدت مستحقات بس هو هياخدها، تمام. خصم عقوبات تانية. انا ما عنديش مشكلة ان انت تشوف مين اللي مقصر فرقة طلعه بره، العب بناشئين خلاص، ما هي ظبطت. لكن انت جبتها، انت كافئت اللعيبه المتخاذله دي السنه اللي فاتت بان انت اديتهم راحه، وقلت انا اشتريت اللعيبه وريحتهم. يعني اشتريت يعني اللي هو انا يعني وقفت مع اللعيبه وريحتها وخلاص، انا كده كده خسران دوري. طب ماشي، انت النهارده في الاسبوع العاشر لعبت 3 اسابيع، هوب جه كاس العالم رجعنا تاني، يعني لا في اجهاد ولا يحزنون. انت لاعب عدد الماتشات اقل من نادي الزمالك، اللاعب اعلى منك ماتشات في بطوله افريقيا، لعب دور ال 64 ولعب ماتش كاس لوسيل. انت فين بقى؟ فين الاجهاد؟ ملف الاصابات، الجهاز الطبي، خير. ها، مين تاني عندنا هيتصاب النهارده؟ مستشفى الاهلي دي هتخلص سنه كام؟ محدش عارف حاجه. مين بقى بيتلم في القصه دي؟ مرتبات اللعيبه اللي شغاله وبتدفع دي نجيب مين؟ مين المسؤول عن الملايين اللي بتترمي في الارض دي؟ اللاعب عندي يجي يتصاب، ودي اي نادي تاني هيبقى سوبر ستار وهيبقى هداف الدوري. ودي اي لعيب من اللعيبه المتخاذله عندي دي في اي فرقه في الدوري هيبقوا نجوم. ليه؟ لان انت عندك حاجه غلط، انت منظومتك غلط. انت اللي عامل كده في نفسك. الاهلي محتاج وقفه حقيقيه، محتاج تدخل عاجل يا مجلس الاداره يلي عامل نفسك مش واخد بالك. مجلس الاداره، انت المسؤول الاول عن فرقه الكوره، لان النادي الاهلي نادي كوره وشعبيته جايه من كره القدم. لا تقول لي ملوك الصالات ولا الكلام الهكس ده، ما بشتريش من الاونطه دي. ولا تقول لي روح الفانيلا الحمراء دي تبلوها وتحطوها في ماشي، تمام. احنا بعد كده شعرنا لا هنتعصب
ولا نتنرفز، احنا هنبقى باردين ومعندناش دم. الحمد لله خدنا بونت ثمين من سيراميك كليوباترا، وربنا يكملها بالستر، وبس يعني نبقى تالت رابع في الدوري كده، لان احنا لو كملنا بالشكل ده ممكن ننافس على الهبوط، وبعد كده نقضيها تعادلات ولا بتاع. ماتش جاي قدام بيراميدز. بيراميدز طبعا فرقه معموله اصلا كيد في الاهلي، معموله كيد للنادي الاهلي، وكل اللعيبه او معظم اللعيبه او اهم لعيبتها هي اصلا اوريدي ما بتلعبش غير ماتش الاهلي ده. فطبعا ربنا يستر على الماتش الجاي. هنفضل داعمين ومشجعين ومحبين للكيان، للكيان، الكيان اللي فوق اي لعيب وفوق اي اداري وفوق اي اعلامي وفوق الجميع، فوق جميع البشر. وبعد ربنا سبحانه وتعالى احنا بنحب النادي الاهلي، وهنقول هنا كلمة الحق، واللي مش عاجبه ما يتفرجش علينا. اشوفكم على خير السنة الجاية، ويا رب تبقى السنة الجاية احسن حالا من السنة دي. ونتمنى كده نشوف كورة ممتعة في الدوري، لان في ماتشات فعلا ممتعة، في ماتشات محترمة احنا بنشوفها. النهاردة فاركو وفيوتشر بيلعبوا كورة، فرقتين عندهم لعيبة. يمكن ان شاء الله الاسبوع الجاي في اوله او بعد ماتش بيراميدز نتكلم على الصفقات اللي النادي الاهلي المفروض يبتدي يفكر فيها انه يجيبها بداية من يناير المقبل. تصبحوا على خير. السلام عليكم.